السلام عليكم دكاترة المستقبل، معاكم أيمن عبد الله، والنهارده معادنا مع أهم فصل في ثالثة ثانوي عام هو المناعة. هنشتغل النهارده المناعة في الإنسان. احنا هندردش مع بعض شوية علشان نفهم بعض الأساسيات اللي هتساعدنا في فهم المناعة. هندردش هنا وهنكتب الأساسيات المهمة جدا اللي هكمل معانا في الجنب ده. طيب بص يا فندم، أنت عندك كائن حي زي الإنسان هيواجهوا شوية مخاطر، زي أي كائن حي هيواجهوا مخاطر. المخاطر دي هنقسمها أنواع وبناء عليه هنخش في المناعة. يعني أنت مثلا عندك عدو كائن حي، الكائن الحي ده ممكن يكون صغير جدا، كائن حي صغير، وممكن كائن حي كبير. الصغير ده بنسميه مايكروب، جاي من كلمة مايكرو. مايكروب يعني زي فكرة البكتيريا كده، وفكرة مثلا الفيروس، وفي حاجات تانية أميبا وكلام من ده. طيب الكائن الكبير ممكن يكون أسد، ممكن يكون تعبان، ممكن يكون مثلا كلب، حاجة هتعض فيك أو هتسبب لك ضرر جرح أو حاجة زي كده. والكائن الصغير اللي بنسميه مايكرو. المهم إن كل ده كده كائن. الخطورة هنا والخطورة هنا، الاتنين دول كائن. حضرتك بقى في حاجة تانية اسمها ظروف، ممكن درجة حرارة عالية، أكسجين يقل، معرفش ايه كلام من ده. في حاجة تانية مواد بقى بنسميها مواد سامة. الحاجة دي هتأثر عليك أو دي هتأثر عليك أو دي هتأثر عليك. حضرتك عايز توقف الضرر اللي هنا، تمنع الضرر اللي هنا، تمنع الضرر اللي هنا، تمنع الضرر اللي هنا. والميكروب ده انت تمنع ان هو يدخل. طيب انت حضرتك عشان تمنع ده وتمنع ده وتمنع ده يبقى انت محتاج حاجه اسمها مناعه. دكتور انت خدت اول حاجه اساسيه في المناعه، ان هو معنى كلمه المناعه. المناعه معناها مقدره الجسم في مواجهه الجماعه دول. فنكتب هنا كده اول حاجه اساسيه معناها المناعه. تمام. ارجع لي بقى هنا، ارجع لي هنا. المناعة دي مش محتاجة أدوات عندك في جسمك؟ يبقى أنت محتاج أدوات تواجه بيها ده، تواجه بيها ده، تواجه بيها ده. يبقى احنا محتاجين أدوات، الأدوات دي هنسميها جهاز المناعة. بقى الحتة دي، مين هو جهاز المناعة؟ دي الأدوات اللي تستخدمها، يعني سواء كان معدة بقى، أمعاء، تستخدم طحال، أيا كان إيه اللي أنت تستخدمه. هو مش شرط معده ولا امعاء، ولا عارفين اصلا المعده هتشارك معانا ولا لا، بس ايا كان اللي انت تستخدمه هنا عشان يواجه الحاجات دهيت فهنسميه جهاز المناعه. يبقى جهاز المناعه هو الادوات اللي الجسم يستخدمها عشان يوقف الحاجات دهيت. كده احنا عرفنا هدف جهاز المناعه، فنكتبه هنا اللي هو يعني ايه جهاز المناعه. اقف بقى عند كلمه جهاز مناعه دي، هناخد عنه كام معلومه كده. جهاز المناعة ده ممكن تلاقي عينيك مثلا شاركت في جهاز المناعة، عينيك بتاعت الرؤية شاركت في المناعة. ممكن تلاقي الأذن شاركت في المناعة، ممكن تلاقي الجلد شارك في المناعة، ممكن تلاقي حاجات كتير جدا في جسمك شارك في المناعة، ممكن جسمك كله شارك في المناعة. بناء على إيه؟ أقول إن العضو الفلاني أو الحاجة الفلانية شاركت في المناعة ولا لأ؟ بص يا فندم، ده بنسميه هدف الجهاز المناعة. هدف الجهاز ده ايه؟ يا اما لو بنتكلم مثلا عن الميكروب، يا اما يعمل عملية منع دخول الميكروب لجسمك، يا اما الحاجة اللي هو جهاز المناعة دي يعمل منع انتشار الميكروب في جسمك، يا اما يعمل عملية قتل للميكروب عشان ما يخشش او عشان ما يعيش جوه جسمك، او ممكن يعمل عملية اسمها عملية تقليل ضرر الميكروب. جميل. دكتور احنا بنحط النقط فوق الحروف عشان فصل المناعة محتاج تأسيس كتير عشان تعرف تحل أسئلة كتيرة. بص يا دكتور، انت عندك حاجة اسمها مناعة، يعني عندك جهاز هيواجه الجماعة دول. الجهاز ده احنا مش عارفين مكوناته. انا بقول لك بقى اي حاجة في الجسم تعمل ده او ده او ده او ده حطها تبع جهاز المناعة. جميل. ان شاء الله حتى تحط عينيك، ان شاء الله تحط ايدك، حط اي حاجة هنا اهو، طالما بتعمل الكلام ده يبقى جهاز المناعة. ايه ده؟ لحظة، يعني معنى كده ان جهاز المناعة مش جهاز معروف مكوناته واحدة واحدة؟ لا يا دكتور، مش بالظبط. خلي بالك ان جهاز المناعة ممكن ندخل فيه كذا حاجة من جهاز تاني. يبقى اذا هنقول على جهاز المناعة ده جهاز
متناثر. متناثر معناه متبعتر، اجزاءه متبعتره، يعني ممكن الجلد وممكن الطحال. هذا الجلد متصل بالطحال تشريحيا، يعني تمسك ده وده وتشد واحد تلاقي التاني جه معاك زي المريء والمعده ماسكين في بعض. لا، مش متصل تشريحيا ولكن متصل وظيفيا، فبنسميه متناثر. يبقى احنا خدنا معلومه عن الجهاز المناعي ان هو له هدف، خدنا معلومه ان هو متناثر، خدنا كمان ان هي مكوناته ممكن تبقى حاجات كتيره جدا من الجسم. جميل. يبقى هدف جهاز المناعه الكلام ده ان هو متناسب، مش مرتبط تشريحيا زي الجهاز التنفسي او الجهاز الهيكلي اللي انت درسته. ومكوناته حاجات كتير جدا، ممكن تكون اجهزه تانية، بس احنا مكوناته ديت ممكن يكون ممكن يكون شارك معانا جهاز اسمه جهاز لمفاوي، ممكن يشارك معانا اعضاء اخرى، ممكن يشارك معانا خلايا الدم، ممكن يشارك معانا مواد كيميائية. يبقى جهاز ده هو اي جهاز في جسم الانسان متكون من اعضاء، والاعضاء من انسجه، والانسجه من خلايا، والخلايا من عضيات، وعضيات من مواد. ايوه، بس انا عايز اقول لك ان احنا مدخلين جهاز جوه الجهاز، واخدين كمان اعضاء تانية مش تبع الجهاز الليمفاوي مشاركه معانا في الجهاز المناعي. يبقى الجهاز المناعي دي كلمه كبيره، والجهاز الليمفاوي ديت كلمه اصغر من كلمه الجهاز المناعي. خلايا الدم، في خلايا دم موجوده في الجهاز الليمفاوي، في خلايا تبع الدم بس، فبنتكلم على خلايا الدم عامه، ودي مواد. ينفع دكتور استاذنك اقسم الجماعه دول كلهم ان هم اعضاء سواء كان ليمفاويه او غير ليمفاويه، وخلايا ومواد. الجماعه دول كلهم انا هقول عليهم ادوات المناعه، فخد كلمه ادوات المناعه اللي هي الجهاز المناعي اللي هم الجماعه دول ونكتبهم هناك ملحوظه مهمه جدا. يبقى احنا خلصنا هنا الجهاز المناعي، وهنخش كمان على معلومه بنقول عليها ادوات المناعه اللي هي الجهاز المناعي. انا هقسمها على 3 حاجات، حاجه كبيره، حاجه صغيره، حاجه اصغر. حاجه بنسميها اعضاء، حاجه بنسميها خلايا، حاجه بنسميها مواد. حلو جدا. نسال سؤال بقى، ده وده وده ايه الهدف بتاعه؟ الهدف بتاع الحاجات دي كلها ان يا اما تعمل منع دخول الميكروب، يا اما تعمل منع انتشار الميكروب، يا اما تعمل قتل الميكروب، يا اما تعمل تقليل الضرر. ركز معايا يا دكتور، ممكن يسألك في الامتحان يقول لك انا عايز عضو يشارك في منع دخول الميكروب، عايز عضو يشارك في منع انتشار الميكروب، عايز عضو يقتل الميكروب، عايز عضو يمنع مش عارف ايه، عايز خليه تعمل ايه، عايز ماده تعمل ايه. فركز، هو بيسال في مين من دول وبيسال على مين من ده اللي احنا ندرسه، ما تقلقش، هي واحده واحده، احنا بس بنأسس. يبقى انت فهمت يعني مناعه، فهمت يعني جهاز مناعي، عرفت يعني مكوناته، عرفت ان هو متناسب، عرفت ان هدف الجهاز المناعي ايه. تعالى بقى اديك مثال عشان اعرف انت الكلام ده فاهمه ولا لا. بص يا دكتور، الجلد ده هنتكلم عنه بعد شويه. الجلد ده طبقا للتقسيمه دي نقول عليها ايه؟ مش نقول عليها عضو؟ صح، الجلد عضو، ينفع تقول عليه نسيج، بس هو كذا طبقه فبنقول عليه عضو. الجلد ده تبع الجهاز الليمفاوي؟ لا، مش تبع الجهاز الليمفاوي، بس ينفع نقول تبع الجهاز المناعي؟ ايوه. قلت بقى بناء على انه تبع الجهاز المناعي يبقى اكيد بيعمل ده او ده او ده او ده، يبقى بيعمل منع الدخول. يبقى الجلد عضو بيعمل منع الدخول، انت كده ممتاز. طب ايه رايك في العين؟ العين دي عضو تبع الرؤيه، طب هل بتعمل حاجه من دول؟ بتعمل دموع، والدموع بتمنع دخول الميكروبات او بتمنع انتشار الميكروبات. يبقى الجلد الدموع اللي موجوده في العين تبع الجهاز المناعي. لو انت بتتكلم على الدموع يبقى الدموع مواد، لو انت بتتكلم على العين يبقى العين عضو. كده انت فهمت يعني عضو، خلايا، مواد، فهمت ايه هو الهدف، فهمت ايه هو المناعه. نبدا نتكلم بقى على المناعه في الانسان. لو انا عايز اشرح لك المناعه في الانسان هضطر اعمل لك درسين، درس اول، درس تاني. اسف. الدرس الاول ده والدرس الثاني، الدرس الاول هبدا اشرح لك الادوات اداه، اشرح لك الاعضاء، اشرح لك الخلايا، اشرح لك المواد.
وابدا هنا في الخط في الفصل الثاني هبدا اشرح لك الادوات دي، هاخدهم مين الاول ومين الثاني ومين الثالث، يعني مين العضو اللي هيواجه الاول ومين الخلايا اللي هتواجه ومين المواد اللي هتواجه ومين اللي هيواجه ثاني مره ومين اللي هيواجه ثالث مره. يعني الميكروب لما يخش جسمك هنبدا نحط له خط دفاع ونحط له خط دفاع ونحط له خط دفاع، هنسميه خط اول، نسميه خط ثاني، نسميه خط ثالث. فاحنا كده بنتكلم عن حاجه اسمها خطوط الدفاع. يبقى الفصل الاولاني بيتكلم على ادوات المناعه، الفصل الثاني بيتكلم الدرس الاول بيتكلم على ادوات المناعه، الدرس الثاني بيتكلم على خطوات المناعه. ادوات المناعه فيها اعضاء، فيها خلايا، فيها مواد. وخطوط الدفاع الخط الاول، الخط الثاني، الخط الثالث. هنا هيشارك معانا اعضاء وهيشارك معانا مواد، هنا هيشارك معانا اعضاء، هيشارك معانا خلايا، هيشارك معانا مواد، هنا هيشارك معانا اعضاء، هيشارك معانا خلايا، هيشارك معانا مواد. حضرتك مش هتعرف تفهم خطوط الدفاع دي كويس جدا الا لما تفهم دول، وبناء عليه هنعمل لك فيديو عن الحاجات دهيت، وبعد كده نخش على الجزئيه ديت. نمسح السبوره ونخش في الادوات وبعد كده نخش في خطوط الدفاع. بس ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير. نكمل يا دكاتره مع بعض. احنا قلنا ان احنا هنشتغل على الدرس اللي هو الثاني في الفصل، اللي هو الجزئيه الاولانيه في الانسان، لان اول درس خالص كان المناعه في النبات. احنا شغالين بقى على الدرس الثاني اللي هو اول جزئيه في الانسان. قلنا هنتكلم عن الادوات المناعه او اسمه الجهاز المناعي. بعد ما نخلص الجهاز المناعي ده اللي هو الشرح ده، هنخش على خطوط الدفاع. طيب نركز في ادوات المناعه. ادوات المناعه قسمناها حاجه كبيره، حاجه صغيره، حاجه اصغر. الحاجه الكبيره اسمها اعضاء، وانت عارف ان جهاز كون اعضاء، انسجه، خلايا، عضيات، مواد. احنا شغالين على الاعضاء اللي بتشارك في المناعه او اشهر الاعضاء وخلايا ومواد. هنبدا الدرس الثاني. لما تخش على الدرس الثالث هنضيف اعضاء، هنضيف خلايا، هنضيف مواد. احنا هنشتغل بس على اللي موجود في الدرس الثاني وبعد كده نكمل. بص يا دكتور، الاعضاء دي هنسميها اعضاء لمفاويه، يعني دي ودي ودي كل دول هنسميهم اعضاء لمفاويه. ليه سميناهم اعضاء لمفاويه؟ لان هي موطن الخلايا الليمفاويه. اقف هنا بقى حضرتك، احنا لسه هنشرح الخلايا. الخلايا في منها احمر وفي منها ابيض وفي منها صفايح بتاعت الدم. احنا عايزين الابيض. الابيض دي هنقسمها 3 انواع. في نوع منه اسمه الليمفاويه. الليمفاويه دي بقى لما تكون موجوده في الحاجات دهيت هنسميهم اعضاء ليمفاويه. يبقى الجماعه دول سميناهم اعضاء ليمفاويه لان هي موطن الخلايا الليمفاويه. اقف بقى على كلمه موطن الخلايا الليمفاويه. يعني ايه موطن الخلايا الليمفاويه؟ يعني انتاج الخلايا او نضج الخلايا او تمايز الخلايا او تنشيط الخلايا. ايه ده؟ هي الكلمات دي مختلفة؟ انتاج معناها ان الخلايا ما كانتش موجودة وبقت موجودة. تشتغل معناها نضج. تتمايز يعني نعمل منها انواع، يعني هي الخلايا شغاله بس هتنقسم لانواع مختلفه وكل نوع فيهم هيبقى متخصص اكتر واكتر. تنشيط يعني محتاجه بس زقه صغيره عشان تعمل التفاعل الفلاني، ثم الزقه الفلانيه عشان تعمل التفاعل الفلاني، فاسمه تنشيط. مش كل الخلايا بتمر بالمراحل دي، بس احنا هنركز بس في بعض الخلايا بتمر بالمراحل ديت. يبقى احنا اي حاجه بتنتج الخلايا الليمفاويه او تعمل نضج او تعمل تمايز او تعمل تنشيط هنسميها اعضاء ليمفاويه. جايبين لك بقى اشهر الاعضاء الليمفاويه اهي، هي دي الاعضاء الليمفاويه. مطلوب منك ايه؟ تعرفوا تجاه كل واحد من دول، المكان فين في الجسم وبيعمل ايه. يبقى ده كده يا فندم هنقول مكانه والوظيفه، وده نفس النظام نفس النظام نفس النظام نفس النظام نفس النظام، المكان والوظيفة، وده المكان والوظيفة، وده المكان والوظيفة، وده المكان والوظيفة، وده المكان والوظيفة. بص يا دكتور، احنا هنضيف لك هنا كده معلومة عند الطحال وهي الحجم بتاع الطحال، وهنضيف لك معلومه هنا كمان اللي هي الحجم بتاع العقد الليمفاويه. يبقى كله هندرسه المكان والوظيفه، ما عدا ده هنضيف له الحجم وده هنضيف له الحجم. جميل. والوظيفه دي مهمه 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 مهمه. خلي بالك الوظائف بتاعت الحاجات دي ممكن ما تفهمهاش 100% عشان هنحتاج فهمها 100% في الخلايا او في المواد او في الدرس اللي بعده. نبدا مع بعض. نخاع العظام الاحمر. حضرتك درست النخاع، درست العظام وعرفت ان العظام فيه حاجه جواه اسمها
نخاع. بس احنا كل العظام اللي في الجسم ولا بعض العظام؟ بعض العظام. بص بقى يا دكتور، احنا هنركز على عظام اسمها عظام مسطحه، وعظام اسمها عظام طويله. ايه ده؟ يعني ايه مسطحه وهنا طويله؟ احنا قلناها قبل كده في الفصل الاولاني. عندنا مثلا عظمه مثلا زي العظمه دي، ايا كان هي مين العظمه دي، هي قريبه من العظمه بتاعه الفخذ. العظمه دي بنسميها عظمه طويله. العظمه الطويله ديت فيها فراغ هنا كده، فيها فراغ في المنطقه ده، هو ده الفراغ. ده الفراغ. الفراغ ده فيه انسجه، يعني فيه خلايا. المنطقه دي بقى بنسميها نخاع، يعني جوه العظمه. حضرتك العظمه دي مدوره مش مبططه. لو في عظمه مبططه يعني الشكل بتاعها مش جاري، مبططه فبنسميها مسطحه، يعني الشكل بتاعها هيبقى عامل كده اهو، فيها السطح يعني مبطط مش مدور بالشكل ده، لا ده هيبقى مبطط بالشكل ده. زي مثلا الضلوع، زي عظمه مثلا الجمجمه، زي عظمه الحرقوفه، زي عظمه لوح الكتف، زي عظام موجوده تانية في الجسم لازم تكون مبططه. يبقى احنا عندنا عظام طويله، عندنا عظام مبططه او بنسميها مسطحه. جوه العظام المسطحه برضو في نخاع، لكن في العظام الطويله النخاع اللي احنا نقصده بيبقى موجود في راس العظام. يبقى احنا هنقول يا فندم موجوده في العظام المسطحه وفي موجوده في راس العظام الطويله. اديني مثال على عظام طويله. ممكن نقول حضرتك الفخذ، ممكن نقول القصبه، ممكن نقول العضد، ممكن نقول الزند مثلا، بس فين؟ في منطقه الراس. اما العظام المسطحه قلناها كلها. تمام. بالنسبه بقى للوظيفه، النخاع العظام الاحمر ده بينتج الخلايا الحمراء والبيضاء والصفائح. يبقى نكتب عنده يا فندم انتاج خلايا الدم. على فكره انا بقول خلايا الدم مش اقصد خلايا الليمف، لان خلايا الليمف بتبقى بيضاء بس، خلايا الدم بتبقى حمراء وبيضاء وصفائح. يبقى حضرتك يا باشا خلايا الدم اللي هي الحمراء والبيضاء والصفائح، وبما ان هي بتنتج خلايا الدم الحمراء وفيها حديد عشان كده بقى لونه احمر، معناه ان هو بينتج خلايا الدم الحمراء. طب بالنسبه حضرتك للغده التيموسيه، اقف عند الغده التيموسيه. الغده التيموسيه ده هي احنا عندنا حاجه اسمها قصبه. القصبه اهي، دي القصبة الهوائية، وبعد القصبة الهوائية في رئة وفي رئة. امسك كده يا دكتور القصبة الهوائية ديت ورقدها كده، يعني ظهر الراجل اهو وبطنه اهي او رقبته اهي، دي القصبة الهوائية. انت درست ان هي عليها الغدة اللي هي الدرقية في الهرمونات، وفي كمان الغدة الجراد الدرقية. انزل بقى تحت شوية هتلاقي الغدة التيموسية. وقف بقى القصبة الهوائية، الحتة دي الرقبة، وده كده انت دخلت في القفص الصدري. يعني احنا لو هنرسم الراجل، ادي الراجل اهو، ادي كتف الراجل اهو، وادي القصبه الهوائيه مكمله معانا. الغده الدرقيه موجوده في المنطقه دي، والجراد الدرقيه موجوده في المنطقه دي، يعني موجوده في الرقبه، بس هي في الجزء السفلي شويه من الرقبه. انزل بقى حضرتك في منطقه الصدر بتاعته هتلاقي يا فندم ادي التيموسيه موجوده في المكان ده. اذا الدرقيه اللي احنا درسناها في الهرمونات والتيموسيه موجودين على القصبه الهوائيه، وكمان الجراد الدرقيه معانا، يبقى 3 انواع موجودين معانا. التيموسيه موجوده على القصبه الهوائيه، هي قريبه جدا جدا من القلب. لو حضرتك بقى عايز تحميهم من بره تحميهم بعظمه القص، يبقى احنا نقول على القصبه الهوائيه تحت عظمه القص جنب القلب. كده احنا عرفنا المكان. نكتب ايه يا فندم المكان بتاعها؟ هنقول على القصبه نقول مثلا تحت القص جنب القلب. كده احنا حددنا كويس. الوظيفه بقى، الوظيفه والله بتفرز هرمون. قال لا، معناه كده ان هي غده من ضمن الغدد اللي احنا درسناها في الفصل الثاني. يبقى احنا كنا راكنينها من الفصل الثاني جبناها معانا هنا. هرمون عايزين اسمه بقى، اسمه تيموسين. التيموسين بيخلي الخلايا تنتج ولا تنضج ولا تتمايز ولا تتنشط. هي مين هي الخلايا دي؟ الخلايا اللي موجوده هنا في نخاع العظام الاحمر. يبقى نخاع العظام الاحمر عنده خلايا بنسميها خلايا جذعيه، يعني مش بتعمل حاجه غير ان هي بتنقسم. لما تبقى بقى جذعيه هتتحول الى حمراء ولا تتحول الى بيضاء ولا تتحول الى صفائح. الخطوط دي بنسميها خطوط الانتاج. بس حضرتك احنا عايزين بقى لما نعمل خلايا انتاج بيضة هنعمل نوع بقى بي ولا نوع تي ولا نوع مش عارف ايه، الكلام ده لسه هنشرحه هنا. احنا بقى بنتكلم على ان التيموسين ده هياخد نوع من الابيض ده وهيعمل اسمه تي. يبقى اذا لما نيجي نتكلم عن هرمون التيموسين هنقول ان هو بيعمل نضج الخلايا الجذعيه الى بيضة، بس انهي نوع من الابيض؟ تي. احنا لسه هنشرح الخلايا. يبقى نضج وكمان تمايز الخلايا
التي. ايه هي الخلايا التي دي؟ لسه هنشرحها هنا. تمام، احنا كده خلصنا التيموسين، يبقى احنا كده خلصنا فصل هرمونات 100%. نكمل بقى الشرح بتاعنا. اللوز. اللوز موجوده في الفم، بس خلي بالك الفم ده فتحه، وفتحه فيها بدايه وفيها نهايه. هو بيقول لك بقى في نهايه الفم على الجنب ده وعلى الجنب ده، اذا في عندنا لوزتين. يبقى مكان هنقول يا فندم في الجزء الخلفي من الفم. طب الوظيفه، طول حضرتك بقالك 24 ساعه عمال ترمي صباع محشي ولا صباع محشي بالهنا والشفا، بس حضرتك في ميكروبات شغاله على طول وفي هواء داخل. لو في اي ميكروب بقى نلقطه نلزقه على اللوز. يبقى اللوز دي محطوطه عشان حضرتك تلقط الميكروب اللي داخل الى الجهاز الهضمي من هنا، او داخل الهواء اللي داخل الجهاز التنفسي. فنكتب عندي اللوزتين التقاط الميكروب ماله بقى الداخل مع الهواء او الطعام، بس نقصد الهواء اللي هنا مش الهواء اللي هنا. هنا يبقى له حاجات تانية تلقط، احنا بنتكلم على الداخل من الفم. خش بقى على الطحال. هو حدد لي مكانه. حضرتك احنا عندنا جسم الانسان عباره عن راس، عباره عن رقبه، عباره عن صدر، عباره عن بطن، وعباره عن اطراف. الطحال في الجزء العلوي من البطن، يعني في المنطقه دي ماشي، بس الايسر. جميل، يبقى الحته دي. ما دخلناش في الصدر، هو تحت الصدر مباشره، بس هو اعلى حته في البطن. هيبقى جنبيه البنكرياس وجنبيه المعده وجنبيه الكلى. هو في المكان ده الجنب الشمال وده الجنب اليمين بتاع الانسان. يبقى حضرتك ادي الطحال موجود هنا كده، احنا عرفنا يا فندم مكانه. يبقى احنا نقول الجزء العلوي من البطن، بس انه الايسر ولا الايمن؟ الايسر. شاطر. طب بقول لك ايه الوظيفه بتاعته، وضفنا حاجه تانية اسمها حجم. الوظيفه بتاعته في دم هيجيله من اماكن كتير، طبعا مش داخل له كذا ماسوره، اقصد يعني هو جاي له دم كتير. يعني الدم جاي له عن طريق وعاء دموي. الوعاء الدموي ده هو هيدخل الدم جوه الطحال، الطحال هيطلع الدم نظيف. يعني حوار القصه دي كلها، هو هينظف دم ولا هينظف ليمف ولا هينظف ايه؟ هينظف دم، يعني داخل له ماسوره دم وتطلع الدم نظيفه. نظيفه من ايه بالظبط؟ نظيفه من الميكروبات. يبقى نكتب عنده هنا كده انه يعمل عمليه تنقيه الدم. المعلومه دي مش واضحه عندنا في المذكرات او مش واضحه عندنا في المنهج، بس احنا بنقول ان احنا ينقي الدم. الاحسن انت تفتكر ان هو بينظف الليمف عشان تقدر تعرف تختار كويس. طيب هو بينقي الدم من ايه بالظبط؟ من حضرتك من الميكروب، وكمان لو في خلايا دم حمراء كبرت في السن وحضرتك مش محتاجها، هو بيبدأ يكسرها ويفتفتها ويجيب مكوناتها الأولية. يبقى تنقية الدم ويكسر خلايا الدم الحمراء. طب لما يكسر خلايا الدم الحمراء هياخد المكونات اللي فيها زي الحديد ويبعتها للدم، والدم يبعتها للعظم، والعظم ينتج تاني. يعني الموضوع عبارة عن إعادة تدوير. طيب بالنسبة للحجم، هو قال لي والله لو أنت حطيته في إيدك هيبقى تقريبا في حجم قبضة اليد، أو ما يبقاش أكبر من حجم قبضة اليد. يعني بالنسبة للحجم، الحجم ده اعتبره إن هو قد قبضة اليد. قبضة اليد. تمام. بقى لنا حاجه بقى اسمها بقع باير وحاجه اسمها عقد لمفاويه. بقع باير سهله جدا، والعقد الليمفاويه مهمه جدا جدا جدا. طيب تعالوا نقف هنا كده. عندنا مريء، وعندنا معده، وعندنا امعاء دقيقه، وعندنا بعد كده امعاء غليظه. احنا مش عايزين نركز مع الامعاء الغليظه خالص في المناعه، مش محتاجينها، ومحتاجين بقى المعده، ومحتاجين حضرتك الامعاء الدقيقه. الحته ديت اللي بعد المعده اسمها امعاء دقيقه. دقيقة يعني رفيعة، مالناش دعوة بالجهاز الهضمي، احنا عايزين الحتة بتاعت المناعة. الجزء السفلي من الأمعاء الدقيقة اللي هي المنطقة ديت فيها شوية بقع، يعني أماكن بنسميها لطع أو بقع، تحس إن في بقعة كده في الجلد بتاعنا. الحتة دي بنسميها بقع باير. يبقى أين توجد بقع باير؟ أقول يا فندم في الجزء السفلي من الأمعاء الدقيقة. جميل جدا. بس استنى، ده الامعاء الدقيقه دي عباره عن طبقات بره وطبقات جوه. يعني حضرتك داير ما يدور كده في طبقات، هي في الطبقه انهي؟ في الطبقه اللي جوه. يبقى نقول عليها يا فندم في الطبقه الطلائيه اللي هي الداخليه جوه. طب بالنسبه لبقع باير بتعمل ايه؟ والله بتلقط الميكروبات اللي داخله مع الجهاز الهضمي. ما انت حضرتك كلت صباع المحشي بالهنا والشفا، هيجي عند الامعاء هيمتص. طب عند منطقه الامتصاص دهيت احنا عاملين محطات تنظف الاماكن دي او تلقط الميكروب. يبقى نقدر نقول مثلا التقاط الميكروب او تنقيه، او نقول عليها مثلا نظام دفاع ضد الميكروبات
الداخلة مع الطعام. على فكرة في برضه في نفس المكان في الحتة ديت حاجة اسمها الزايدة الدودية بتعمل حاجة وظيفة شبيهة لديت، فاحنا هنضيف جنب بقع باير حاجة اسمها الزايدة الدودية، موجود عند اتصال الأمعاء الدقيقة بالأمعاء الغليظة، وبرضه ليها علاقة بالمناعة، يعني بتشتغل نفس تقريبا الشغل بتاع ده. طب تعالى نروح بقى على العقد الليمفاوية في غاية الأهمية. العقد الليمفاوية لو هنبص للإنسان، العقد الليمفاوية في منها هنا وفي منها هنا وفي منها هنا وفي منها في كل حته في الجسم. الجسم كله مليان حاجات اسمها عقد لمفاويه. طب ليه يا فندم مليانه حاجات اسمها عقد لمفاويه؟ لان حضرتك احنا عاملين شبكه مواسير في الجسم كله، الشبكه دي متصله ببعض، عماله تجمع سوائل موجودة في الجسم، عشان السائل ده لو فيه ميكروب تبدأ تبعته للمحطات اللي اسمها عقد عشان تنظفه. تاني، الجسم كله مليان مواسير، المواسير دي مش جواها دم، جواها حاجة اسمها ليمف. شبكة المواسير دي حاطين على أبعاد متتالية، حاطين محطات، بحيث ان الليمف ده لما يجي ياخد سائل من الجسم، ياخد السائل لو طلع فيه ميكروب في الجسم هنيجي عند المحطة ديت ونمسك الميكروب ده نديله علقه ندمره، وبعد كده يطلع الليمف ده نضيف حلو. طب لو حضرتك العقده دي اتفشلت ما تقلقش، في عقده تانية تضرب فيه لغايه ما ننضف الجسم كله. يبقى هنشفط السوائل من الجسم نحطها في الليمف، ندمر الميكروب اللي فيها، نرجع تاني السوائل تاني للجسم. يبقى دي محطه تنقيه. احنا بقى مش بنتكلم على الماسوره، مش بنتكلم على السائل، احنا بنتكلم على البتاعه دي اسمها عقده لمفاويه. طب حضرتك انا عايز مكانها، هتقول لي مكانها يا فندم منتشر في الجسم كله. لا، احنا مكترين في اماكن معينه اللي هي الدخلات بتاعه الميكروب. يعني مثلا الفم احنا مكترين حوالين المنطقه دي عقد لمفاويه، تحت الباط واعلى الفخذ عشان الاماكن دي اماكن دخول ميكروب، وموجوده برضو في اماكن تانية في الجسم جنب الاعضاء الداخليه في الجسم عشان لو عضو فيهم حصل فيه التهاب العقد الليمفاويه تنظفه. يبقى احنا نقول يا فندم منتشره في الجسم، منتشرة وموجودة في أماكن كتيرة جدا في الجسم. طب الوظيفة بتاعتها نقول عليها يا فندم تنقية الليمف من الميكروبات. بس استنى يا دكتور، هي هتنضفه ازاي؟ أكيد فيها خلايا. فاكر الخلايا لسه هنشرحها، اكيد فيها خلايا دم بيضاء، صح، وفيها انواع معينه من خلايا الدم البيضاء، كذلك برضو الطحال عنده انواع معينه من خلايا الدم البيضاء. احنا مش عايزين نركز قوي في الخلايا دهيت، الا لما نفهم الخلايا. بس احنا اختصارا هيبقى في خلايا اسمها خلايا بي، خلايا تي، خلايا اسمها خلايا بلعميه، هنعرفها بالتفصيل مع بعض لما نخش على جزئيه الخلايا. طب بالنسبه للحجم، والله في منها الصغير وفي منها الكبير. عارف انت الدبوس؟ في منه قد راس الدبوس وفي منه قد بذره الفول. حلو يا دكتور، احنا كده عاملين انجاز. احنا اتفقنا في الفيديو ده ان احنا نشتغل ادوات المناعه، نشتغل اعضاء ثم نشتغل خلايا ثم نشتغل مواد. اللي احنا عملناه دلوقتي ان احنا اشتغلنا اعضاء. حضرتك فاهمها حته حته. بص يا دكتور، انا همسح لك الجزئيه ديت وهشتغل لك خلايا واكتبهم لك هنا، وبعد كده هشتغل لك مواد واكتبهم لك هنا عشان تقارن الدرس كله ببعضه، وبعد كده نبدا نخش على خطوط الدفاع بتاع الدرس الجديد. بس قبل ما نكمل ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، واكتب لي كل اللي انت عايزه في الكومنتات، او عايز تكتب اي حاجه براحتك اكتبها في الكومنت، والسبوره كلها هصورها لك واحطها لك في التعليقات او في الديسكريبشن تحت. دكاترة المستقبل، احنا خلصنا جزء كبير جدا من ادوات المناعة ودخلينا على جزء فات. دكتور تقدر تفكرني احنا عملنا ايه وهنعمل ايه؟ احنا حضرتك شغالين على الادوات بتاعت المناعة اللي هو جهاز المناعة، الحتة بتاعت الاعضاء خلصناها، هنخش على الخلايا ثم المواد. على فكرة المناعة كلها في الحتة دي، الفولة اللي في المناعة موجودة في المنطقة دي، لان هي دي اللي هتعمل المناعة، دي بنسميها خلايا المناعة. تعالوا ناخد الموضوع حتة حتة. خلصنا الاعضاء، شغالين على الخلايا. الخلايا بنسميها خلايا الدم، يعني موجودة في الدم، وخلايا الدم في منها الحمراء وفي منها البيضاء وفي منها الصفائح. الحمراء احنا ملناش علاقة بيها في المناعة، بس احنا بنقول ان الحمراء دي بتشيل اكسجين وثاني اكسيد الكربون، دي اتذكرت في الفصل بتاعة التكاثر بتاعة الحتة بتاعة البلازموديوم لو انت عايز تفتكرها، يبقى اركن دي مش عايزينها في المناعة. طيب الصفائح اتذكرت عندنا في المناعة؟ ما اتذكرتش، بس احنا ممكن نحطها في المناعة. لما يكون في جرح عندنا في الاوعية الدموية هي بتسد الجرح، يعني بتمنع دخول الميكروب، يبقى دي كده تبعنا في المناعة بس مش مذكورة عندنا في المناعة.
المناعه. نخش بقى على خلايا الدم البيضاء، ودي اهم حاجه عندنا في الفصل كله. خلايا المناعه دهيت انا بسميها الضباط. في ضابط منهم هيأدي مهمه، وفي ضابط تاني يأدي مهمه، في ضابط تاني يأدي مهمه. المهمات دي مختلفه عن بعض. احنا هنقسمها افكار فكره وندي لها مصطلح كده فكاهي شويه، بس هيفيدنا كده في المناعه. فركز معايا يا دكتور، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. دكتور، احنا قلنا كل واحده من دول هيبقى ليها افكار معينه. الخلايا ديت ليها نفس فكره الخلايا دهيت وهي البلع، اما الخلايا دي هيبقى ليها خلايا او ليها فكره مختلفه. تعالى كده بص هنا، لو انت عندك ميكروب، الميكروب هنعمل له الشكل ده. الميكروب ده خطورته في الجسم ان هو عنده العلامات اللي بره ديت، اللي هي الاشكال اللي بره ديت بنسميها العلامه او بنسميها الانتيجين. انا بدلعها بقول لها العلامه، عندنا في المنهج بنسميها الانتيجين. الانتيجين ده بيمسك في حاجات في الجسم، ممكن يمسك في اي مكان في الجسم او يتفاعل كيميائيا مع حاجه في الجسم فيعمل مشكله. الحاجه الثانيه المشكله في الميكروب ده انه ينفع يتكاثر، انقسام بقى ميتوزي والحوارات دي بتاعت التكاثر. طيب احنا هنعمل حركه او فكره تمنع المشاكل اللي بيعملها دي. احنا هنجيب خليه تبلعه، تدخله جوه وتبدا تقضي عليه جوه. يبقى احنا عندنا فكره بلع، اللي هيعمل فكره البلع خلايا بلعميه كبيره. يبقى احنا هنكتب عند الخلايا ديت هنسميها خلايا بلعميه كبيره. طيب في خلايا اخرى بقى، لو خليه البلعميه الكبيره دي مش مسيطره عشان الميكروبات كتيره، عندنا خليه اخرى اسمها وحيده النواه، عندها القدره انها تتحول لبلعميه. يعني خليه اهيت مش عندها الكفاءه انها تبلع فبتتحول لبلعميه فهتبلع. ده طبقا للمنهج بتاعنا ان وحيده النواه تتحول الى بلعميه. بس دي فكرتها ايه؟ برضه فكرتها بلع. يبقى دي بلع ودي بلع. في بقى واحده تانية اسمها قاعديه، وفي واحده اسمها حامضيه، وفي واحده اسمها متعادله. كلهم بيعملوا نفس فكره البلع. يبقى احنا عندنا يا باشا فكره اسمها فكره البلع، واللي بيعمل عمليه البلع هم الخمس خلايا دول. طيب ايه راي حضرتك لو الميكروب ده زاد بغباء، يعني تكاثر في الجسم كتير جدا؟ خلاص احنا هنضرب رصاص، بيو بيو بيو، يعني رصاص. اللي هيضرب لنا رصاص خلايا احنا بنسميها خلايا بي. فاحنا محتاجين حضرتك خلايا اسمها خلايا بي بتضرب رصاص. جميل. الخلايا البي اللي بتضرب رصاص دي هتدينا ماده كيميائيه تمسك في الميكروب، تمسك في الميكروب، تمسك في الميكروب، تمسك في الميكروب. يبقى بقى لو الميكروبات عددها كتير هنمسك بيها بحاجه اسمها اجسام مضاده. لسه هنعرف الاجسام المضاده دي بتشتغل ازاي. بس الفكره في حاجه ان الاجسام المضاده دي هتعطل الميكروبات دي مكانها لغايه ما البلعميه تروح لها. فاحنا حضرتك عايزين فكره تعطل الميكروبات او الانتيجينات بتاعت الميكروبات لغايه ما البلعميه برضو هتبلع. يبقى الفكره بتاعت البي انا بسميها فكره الرصاص. طيب حلو جدا. ايه راي حضرتك لو الميكروب ده اشتكى وقال لك كله ضرب مفيش شتيمه ولا ايه؟ فحضرتك احنا عمالين نضربه اهوت بالرصاص وعمالين نبلعه، فهيضطر هو يستخبى جوه الخلايا بتاعت الجسم. يبقى ده كده خلايا الجسم اللي بتاعتنا رئه او معده او ويخش جوه علشان حضرتك الاجسام المضاده دي ما تضربوش، وعشان البلعميه ما تضربوش. ساعتها هنسمي الخلايا دي خلايا ايه بقى؟ مصابه. حضرتك احنا هنجيب خليه مناعيه تضرب الخلايا المصابه عشان تصطاد الميكروب جوه. يعني مش هنسيبك احنا وراك. حضرتك بقى احنا هنجيب الخلايا دي تدمر الخلايا المصابه. هنسمي الخلايا اللي بتدمر دي خلايا بتقتل، فهنسميها ان كي، ناتشرال كيلر. ناتشرال كيلر معناها بتقتل بطبيعتها. يبقى احنا عندنا الفكره دي. انا بقى بسمي الفكره ديت فكره اللودر اللي هو بيشيل البيت ده. فاحنا عندنا حضرتك خلايا جديده هنسميها خلايا ان كي. ايه الفكره بتاعت الان كي؟ انا بسميها فكره اللودر. يبقى احنا عندنا فكره البلع، عندنا فكره اللودر يشيل الخلايا المصابه، وعندنا فكره الرصاص نضرب رصاص كتير جدا لو الحراميه كتير جدا. طيب في خليه شبه الان كي بالظبط بنسميها الخليه تي، برضه بتعمل نفس الفكره عامه انها بتدمر الخلايا المصابه. بس التي ديت بتبقى لازم أن تكون عارفه اسم الميكروب اللي موجود جوه. المعلومات دي لسه نخش لها بعد كده، فنسميها الخلايا التي. فكرتها ايه يا دكتور؟ فكرتها لودر. طب ايه الفرق ما بين ده وما بين ده؟ دي متخصصه دي غير متخصصه طبقا للمنهج بتاعنا. يبقى مجمل شرح الخلايا عندنا فكره بلع، وعندنا فكره لودر، وعندنا فكره رصاص. كل واحده فيهم ما نقدرش نستغنى عنها في المناعه، بس اهمهم على الاطلاق هي فكره
البلع. معنى كده ان دول مش مهمين؟ لا، مهمين جدا جدا جدا، ونموت لو هم مش موجودين. بس الفكره دي في غايه الاهميه، هتعرف الكلام ده في الخطوط. طيب مطلوب مننا بقى نعرف ايه بقى؟ احنا عرفنا الفكره بتاعت شغلهم، محتاجين نعرف معلومات عن تركيبهم ومعلومات عن عددهم. تعال نشتغل مع بعض. بالنسبه لتركيبهم دي هنلاقيها حجمها ضخم جدا اهو. عندنا البلعميه كبيره جدا 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 ضخمه، وعندها حاجات اسمها حبيبات او بنسميها لايزوسومات. يبقى دي كده بنسميها البلعميه الكبيره وحجمها كبير جدا، وعندها شويه حبيبات بنسميها لايسوسوم. لايزو يعني حلل، سوم يعني جسم، يبقى اللايسوسوم يعني جسم يحلل، يعني لو دخل ميكروب جوه نحلله. طب والبتاع اللي جوه دي اسمها نواه. طب ليه يا فندم الشكل بتاعها من كده؟ علشان تبقى الميكروب يخش في الاماكن دي ويبدا يخش جوه الخليه. مين اللي اصغر من البلعميه؟ الخليه اللي اسمها وحيده النواه اهي دي كده، وعندها نواه يا فندم، وطبقا للمنهج بتاعنا بنقول ان هي ما عندهاش حبيبات، فبنسميها وحيده النواه، تتحول الى بلعميه. كالحجم دي اصغر سنه من دي، وطبقا للمنهج بتاعنا بيقول ان ما فيهاش حبيبات، يبقى شكرا ما فيهاش يعني لايزوسومات طبقا للمنهج بتاعنا. تعالى بقى يا فندم على الحامضيه والقاعديه والمتعادله اهم، هتلاقيهم كلهم قد بعض في الحجم. نمسح الحته دي. هنا يا فندم عندنا نواه، بس النواه بتاعتنا يبقى شكلها عامل كده. هنا عندنا نواه بس النواه بتبقى شكلها عامل كده. هنا عندنا نواه، النواه بتاعتنا شكلها عامل كده. حلو. بالنسبه للحجم الثلاثه كلهم قريبين من بعض، دي بنسميها قاعديه، دي بنسميها حامضيه عامله زي السماعه، ودي متفصصه اكتر بنسميها متعادله. كلهم نفس الفكره، كلهم بلع. الاختلاف اللي بينهم مش هنا في المنهج، بس الاختلاف في الوظائف، لكن الاختلاف في الشكل. دي نفس الشكل نفس الشكل نفس الشكل كخليه، لكن كنواه شكل النواه مختلف. طب بالنسبه بقى يا فندم للحبيبات، لون الحبيبات مختلف. ليه يا دكتور مختلف؟ عشان احنا بنحط على كل واحده فيهم صبغات مختلفه. يعني مثلا عندنا مثلا علشان نبين الحبيبات دي بنستخدم صبغه قاعديه، عشان نبين الحبيبات دي بنستخدم صبغه حامضيه، عشان كده سميناها حامضيه. عشان نبين دي بنستخدم الصبغتين مع بعض. كده يا دكتور عرفنا حجم دي وتركيبها، حجم دي وتركيبها، حجم دول وتركيبهم وقارناهم ببعض. كده بقى لنا مين؟ بقى لنا الجماعه اللي بالانجليزي دول. تعالوا نبدا مع بعض. عندنا خليه هنا اهي اصغر شويه من دي، خليه اصغر شويه من دي، خليه اصغر شويه من دي، كلهم قد بعض. عندها نواه عندها نواه عندها نواه. واحده فيهم هنسميها البي، واحده فيهم هنسميها التي، واحده فيهم هنسميها الان كي. كلهم مش هتعرف تفرق ما بينهم في الشكل، لكن لو هقارنهم بالحجم هيبقوا مختلفين عن دول. طيب بقى لنا بقى حجم خلايا الدم الحمراء، وده مش عندنا، بس هو بيبقى اصغر من الخلايا ديت، وفي اصغر من خلايا الدم الحمراء اللي هي الصفائح. يبقى دي بنسميها خلايا الدم الحمراء، ودي بنسميها الصفائح. لو حب يجيب لك رسمه عن خلايا الدم الحمراء او صوره دم كامله اللي بنعملها في المعمل. كده يا فندم احنا عرفنا التركيب بتاعهم وحجمهم. دي مش علينا، بس احنا جبناها عشان لو جاب لك رسمه تبقى انت عارفها وماشي معاها ازاي. دلوقتي يا دكتور هنعمل ايه بقى؟ هنخش على الاعداد، لان الاعداد مهمه جدا وهنشتغل عليها سنه سنه عشان بيجي فيها اسئله. يلا يا دكتور احنا كده خلصنا مع بعض الحته بتاعت التركيب والشكل، محتاجين بقى الحته بتاعت الارقام، ودي تبقى سهله جدا لطلاب وصعبه شويه لطلاب معتمد على قانون في الحسابات كده. بص يا دكتور، حضرتك لما تروح تعمل تحليل خلايا دم بيضاء في المعمل او تحليل صوره دم، حضرتك عندك خلايا الدم الحمراء، عندك خلايا الدم البيضاء، عندك الصفائح. حضرتك ولا واحد من دول عليك الرقم بتاعه، بس ده مطلوب انه في الامتحان يديلك هما كام خليه في كل مليمتر تكعيب، وانت تمسك بقى الرقم اللي هنا توزعه على الثلاثه دول. يعني الرقم اللي هنا مش عليك، هو هيديهولك، تمسك بقى الرقم ده توزعه النسب هنا. هو مش مديك النسبه بتاع دي كام ولا النسبه بتاع دي كام، مديك النسبه بتاع دي. النسبه بتاع ديت من الرقم ده حوالي من 25% الى 30% من الرقم ده. اديني مثال عشان افهم. لو خلايا الدم البيضاء 10000 خليه دم بيضاء لكل مليمتر تكعيب،
25% من ال 10000 لمفاويه، مش 25% بقى، قول 30. هي مش 25 بالظبط، هي من 20 الى 30، يعني نقول متوسط كام؟ 25%. الرقم ده علينا والرقم ده احنا جايبينه مع بعض عشان كمتوسط. طيب ده علينا هم كام في المية؟ لا. دول علينا كام في المية؟ لا. يبقى اركن حسابات دي، اركن حسابات دي، اركن حسابات دي، حسابات دي. هديك رقم وانت تجيب منه الليمفاويه. جميل. تعالى نعمل الحركه دي وبعد كده نكمل. انا جيت هنا قلت لك اذا كان عدد خلايا الدم البيضاء يساوي، اكتب هنا كده 10000. الرقم ده علينا يا دكتور؟ مش علينا، رقم مش ثابت. طيب حضرتك لو جينا نحسب عدد خلايا الدم الليمفاويه اهو، فيا تضرب 20 على المية في رقم البيضاء يا تضرب 30%. طب هو لو قال لي رقم وسكت كام؟ ابقى اضرب متوسط. طب لو قال لي اقل اضرب 20، لو قال لي اكتر اضرب 30. احنا نشتغل على المتوسط. يبقى قول لي يا فندم 25 على المية ليه 25%؟ معناها 25 على المية. سهله جدا بالنسبه للناس وصعبه بالنسبه للناس تانية، دي معتمده على الحسابات. طيب اضرب في كام بقى؟ في ال 10000 اهو بالآلة. 25 على المية. أنا عارف إن الموضوع تافه جدا بالنسبة للناس وصعب بالنسبة للناس. 25 على المية في 10000 بالآلة، عشان ما يجيليش بعد الامتحان تقول لي ما عرفتش أحسبها. لا بالآلة. يبقى هتطلع يا فندم 2500 خلية لمفاوية. شطور. يبقى نكتب هنا كده إن بما إن ده 10000 يبقى ده 2500 بالعملية الحسابية. الرقم ده عليك؟ لا. الرقم ده عليك؟ لا. دي حاجات بنديها لك في الامتحان. امسك بقى ال 2500 كرقم، قسمه هنا كنسب. الباشا ده هياخد 80% من الرقم ده. الباشا ده هياخد من 10 الى 15% من الرقم ده. والباشا ده حنين شويه بياخد من 5% الى 10%. عايزين نشتغل متوسطات. دي 80 زي ما هي، دي نقول عليها 12.5 متوسط في المية، ودي يا فندم 7.5 متوسط في المية. فجيت هنا سألتك قلت لك التي كام؟ شطور. بتشتغل بالآلة، نجيب النسبة بتاعتها اللي هي 80%، نعملها 80 على 100. 80% هي 80 على 100 في انهو بقى؟ 10000. حضرتك غلطت، مش 10000، 2500. احنا جبنا الرقم ده، جبنا ده من ده، هنمسك ده بقى نوزعه. يبقى نكتب هنا 2500. يبقى 80 على المية في 2500 بالآلة يا دكتور. طيب تعالى هنا، هيطلع مثلا 80% على 2500 تطلع 2000. طيب تعالى يا فندم هنا البي، هنجيب النسبه بتاعتها. شطور. 12.5 عشان انه متوسط، يبقى نكتب 12.5. 12.5 يا دكتور على المية. شطور. في 10000 لا، في 2500. شاطر، ليك شوكولاتايه، بقيت ناصح. يبقى نكتب هنا كده يا فندم 12.5 هتطلع حوالي 312.5. هي صح كرقم حسابات، لكن مفيش حاجه اسمها نص خليه، فنخليها يا فندم ايه بقى؟ 13. شطور. تعرف بقى تحسب ده يا دكتور؟ ركز معايا يا دكتور. تعرف تحسب ده او ده اهو؟ نضرب هنا كده ان كي 7.5 يبقى 7.5 في 100 في ال 2500. شاطر. انت بتعمل بالآلة دلوقتي هتلاقيها حوالي 187.5 او 100 مش عارف كام ونص. يبقى حضرتك هنا اهوت 187 زائد 313. يبقى حضرتك الاثنين دول وده يساوي 2500. يبقى احنا حسبنا عدد الخلايا. في اسئله بقى بتيجي تركات في العدد ده، هنعملها فيديو منفصل كمثال. احنا مركزين دلوقتي على الشرح. حضرتك فهمت الخلايا، فكرتهم بلع او رصاص او لودر يشيل، فهمت التركيب بتاعهم والفروق بيناتهم، فهمت النسب بتاعتهم، كده احنا طبقنا على الخلايا. هنخش على مين دلوقتي يا شطور؟ على المواد. يبقى خلصنا الدرس الثاني كامله، اللي هو درس في غايه الاهميه واهم حاجه فيه على الاطلاق، اللي هو الخلايا ديت. ما تنساش تعمل لايك، سبسكرايب، شير قبل ما نخش على المواد. سلام.